ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل صحة واحسن حال. النهاردة بقى كده هشارك معاكم مقتطفات كده من يومي، لان يومي النهاردة حرفيا هيكون مشحون ومسحوم وكله كده فرهضة. عندنا حاجات كتير قوي قوي محتاجين ان احنا نعملها. احنا دلوقتي الساعة 3:30 تقريبا يعني. ملك يا دوب لسه جاية من الدرس، اخدتها على طول ورحت بيها عند دكتور السنان، كان عندنا ميعاد هناك ليها هي. وللأسف طبعا لقينا الدنيا زحمة، فقعدنا مدة طويلة يعني منتظرين كده لحد لما ايه يجي دورنا. واخيرا الحمد لله دخلت وخلصنا كده على طول، وبعد كده بقى ايه قلنا نشوف هنعمل ايه. لسه بقى راجعين من عند الدكتور حالا، والدكتور طبعا الميعاد بتاعه يعني ايه يعني يعتبر غلس بصراحة، لان هو في نص اليوم يعني. ملك رجعت من الدرس الساعة 3:30 كده تقريبا يعني، ورحنا للدكتور على طول. لسه جايين دلوقتي حالا، الساعة دلوقتي 5:30. فطبعا ما لحقتش اعمل اكل، فجبت لهم بقى كشري انا وملك وفريدة، لان فريدة كمان عندها درس الساعة يعني حوالي 6:30 كده. فهناكل الكشري وهي تجهز للدرس وانزلها بقى كمان. تعالوا اوريكم الكشري اللي احنا جبناه. هي فريدة جت من الامتحان نامت شوية، وطبعا عندها امتحان تاني بكرة عشان هي سنة 6. فعندها بقى درس اللي هو ايه المراجعة بتاعت ليلة الامتحان. فدلوقتي بقى هصحيها علشان تقوم بقى ايه تاكل معانا كده، وبعد كده ايه يكون ميعاد الدرس جه اخدها وانزل. وكمان عايزة اجيب شوية حاجات كده من تحت الاكل بتاع بكرة، فهصحيها اوديها الدرس. وبعد كده اروح انا اجيب شوية الحاجات بقى اللي انا محتاجاها كده للبيت لحد لما هي بقى ايه تخلص الدرس. فالحمد لله جبنا كشري اهو زي ما انتم شايفين كده. نعمة ورضا بصراحة، انا عن نفسي بعشق حاجة اسمها كشري. فحاطينا هنا اهو الصلصة، وكمان هنا الشطة. بصوا التغليف بتاعها بيبقى حلو ازاي. وهنا كمان الدقة. بس كده هناكل بقى، وبعد كده فريدة تلبس ونروح على الدرس. بصراحة بقى ريحته تحفة. فريدة بقى صحيت اهي، هنبتدي بقى ان احنا كده ايه نتغدى، وانا لابسة زي ما انا كده علشان خاطر ايه هو يا دوب هيبقى ميعاد الدرس بعد ما نخلص اكل على طول، وهي تلبس ننزل بقى كده ايه على الدرس على طول. الشطة بتبقى حامية نار، يعني ما بنحطهاش ولا حتى حبة منها لان هي بجد مولعة فعلا. بس عايزة اقول لكم ان الصلصة ريحتها تحفة 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 تحفة. كنت بقى كمان طالبة اوردر مية ووصل بقى دلوقتي. بصوا انا بجيب مية معدنية اللي هي اكوا دلتا دي. انا بجيبها كده عن طريق النت، يعني بطلبها كده اونلاين. بتجيلي بقى ايه مثلا بعد يومين بعد 3 وساعات تاني يوم، يعني ايه على حسب بقى مش عارفة بيبقى على حسب ايه، تقريبا بيبقى على حسب الضغط بتاع الاوردرات عندهم يعني. المهم ان هي بتجيلي على البيت على طول، وكمان بيكون الشحن بتاعها فري. بصوا كده بيجيلي معاها الفاتورة دي. يعني انا طالبة 5 كراتين اللي هما دول، علشان الكرتونتين دول كانوا عندي من الاول. فانا طالبه ال5 دول. فالخمسه اهم بصوا 250، ما بيكونش فيه اي مصاريف ولا توصيل ولا شحن ولا اي حاجه خالص. وبتجيلي لحد البيت، بيدخلهم لي كمان لحد جوه. فبصراحه بتبقى حلوه قوي وسعرها حلو. والتكلفه بتاعتها مش بتبقى كده عاليه قوي، لان اكوا دلتا دي تقريبا كده من ارخص الانواع بتاعه الميه المعدنيه. وكمان بتجيلي لحد البيت من غير شحن، فبيبقى فيها توفير بقى بصراحه. دلوقتي بقى اكلنا الكشري خلاص وفريدة لبست، وهنزل بقى ايه اروح اوديها دلوقتي الدرس. اليوم بقى النهارده حرفيا بجد مشحون كله تقريبا مشاوير. رحت وديت كده فريدة الدرس، وجبت كمان شوية بقى طلبات كده للبيت. لما اطلع اوريكم كده جبت ايه، ونشوف هنكمل بقية اليوم مع بعض ازاي. قلت اوريكم بقى جبت ايه قبل ما اغير هدومي كده بالمره. جبت عيش فينو، بس عيش بسيط قوي علشان خاطر تقريبا انا بس اللي بحب السندوتشات في العيش الفينو. انا عندي يعني بناتي بيحبوا السندوتشات في العيش البلدي، انا مش فاهمه ازاي بس هما بيحبوا كده، وانا بحب العيش الفينو. جبت كمان رز، جبت كيلو واحد بس لان انا عندي فقلت اكمل. وكمان جبت ليمون، برضو جبت نص كيلو لان استهلاكه عندي برضو بيكون كتير، هفضيه برضو هنا بالمره كده معاكم. وجبت كمان شويه حاجات بقى لايه علشان خاطر بكره عايزه اعمل محشي. عندي في الفريزر كده شويه ممبار متنضفين ومغسولين، كانوا فاضلين من قبل كده من مره عملت فيها ممبار يعني. فقلت اكمل عليهم بقى ايه كوسه كده وبتنجان وفلفل، واعمل لهم بقى بكره ايه كده اكله محشي. فجبت بقى الليمون ده، وكمان جبت طماطم. برضو عندي طماطم بس الطماطم اللي عندي قليله قوي، فقلت ايه اكمل بقى كده عليها. خليها بقى افضيها كده بعدين عشان ايه ما اطولش عليكم.
بس وجبت خضره بقى للمحشي وفلفل، جبت الخضره اهي وفلفل، وجبت كمان كوسه وبتنجان. طبعا لازم النهارده بقى اغسل البتنجان ده وانقعه في ميه وليمون كده علشان خاطر ايه ما يسودش، انا عشان جايباه متقور كده. جبت نص بتنجان بس عشان مش كله بيحبه، وكمان جبت بقى 2 كيلو كوسه برضو متقورين. يا اختي كده اسهل على نفسي، امال ايه، امال افضل اقطم ظهري كده في التقوير كمان؟ لا طبعا، انا عندي في ناس بتبيع الخضار كده متنضف ومتقور، فجبتهم بقى جاهزين كده زي ما انتم شايفين. فطبعا هغسل ده النهارده وانقعه في ميه وليمون، واحتمال بقى كمان ايه ان انا يعني اقطع برضو الخضره كده واغسلها، احتمال اعمل الخلطه. يعني المهم هروح اقلع كده وارتاح شويه عشان يومي كان طويل قوي زي ما قلت لكم، وبعد كده بقى ايه اكمل بقيه اليوم كده واشوف هعمل ايه. غيرت بقى هدومي خلاص، فقلت بقى ايه اعمل لي واحد قهوه كده، بس هعمل قهوه بندق لان انا ماليش في القهوه العاديه، وبما اني شاربه نسكافيه الصبح فقلت ايه مشربش بقى نسكافيه تاني اغير. هجرب القهوه البندق دي، يعني انا دقتها مره كده من عند ابو عوف وكانت الى حد ما كويسه، فالمره دي بقى قلت ايه اشتريها كده جاهزه واجربها كده في البيت. هو قال لي حطي على الفنجان اللي هو الدبل ده 4 معالق من دي. انا استغربت بصراحه لما قال لي كده، بس انا حسيت ان هو علشان في يعني بندق، فالمعلقه مش هتكون كلها بن، فاكيد كده نص المقدار بندق ونصه ايه بن، فهحط 4 بقى زي ما هو قال كده. انا مش عارفه هي هتطلع حلوه ولا لا، بس ان شاء الله ان شاء الله تطلع حلوه، لان انا عايزه اشرب اي حاجه علشان اقدر اكمل كده اليوم، لان اليوم اللي بيكون في حاجات كتير وفي مشاوير كتير بصراحه بكون مفرهده قوي قوي. فهعمل الفنجان بقى كمان اللي هو الدبل ده كده، مش بتاع القهوه، ده فنجان الشاي اصلا، فانا هعمل فيه علشان تبقى دبل. بس ايام الامتحانات بصراحة يا جماعة بتبقى مرهقة ارهاق غير طبيعي، يعني بتبقى مرهقة عليهم وعلينا احنا كمان، مش عليهم لوحدهم يعني. دروس بقى طول النهار وبساعدهم في المذاكرة شوية، وفي دروس بتبقى بره مش في البيت، فالوضع بصراحة بيبقى مرهق للغاية. فمش محتاج قهوة ونسكافيه بس، ده انا حاسة ان انا محتاجة يعني حاجات اعلى من كده، يعني قربت اوصل لليفل الوحش في موضوع النسكافيه والقهوة ده. فيلا بقى الله المستعان، وربنا كده ينجحهم جميعا كده يا رب، ويجعل لهم الامتحانات بإذن الله سهلة. اروح بقى اشرب القهوة، تكون فريدة رجعت من الدرس علشان يعني مخي بقى يستوعب ايه اللي هي هتيجي تحكيهولي لما ترجع من الدرس. يعني لو احنا عندنا الدرس مثلا ساعتين، احنا ممكن نقعد نتكلم بعد الدرس حوالي ساعة. يعني لازم تحكيلي تفاصيل التفاصيل، سواء بقى اللي حصلت مع الميس سواء اللي حصلت معاها، المهم تفاصيل التفاصيل لازم تتحكالي، وانا لازم اسمع وارد، ويعني ويكون عندي ايه روح وطاقة كده. فاهمين ازاي؟ هي بصراحة حاجة حلوة ان بنتي تقعد تحكي لي كل حاجة بالتفصيل، بس بتبقى محتاجة يعني مخ رايق، فعشان كده هروح اشرب القهوة بقى ايه واقعد استناها لما ترجع. لو وصلتم بقى معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك كده، وكمان تكتبوا لي كده كومنت حلو كده زيكم يا حلوين علشان تشجعوني زي ما انا بشجعكم. ما انا بتعب اهو بصور وبمنتج وبعمل لكم روتين اهو حلو، علشان ايه؟ علشان نتشجع كده مع بعض. فيلا بقى مستنيه كده كومنتاتكم الحلوه اللي هتشجعني كده وتخليني انزل لكم روتينات حلوه كتير، وكمان اصور لكم فيديوهات وفلوجات وحاجات حلوه ياما 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 كده، علشان ايه؟ نتشجع كده مع بعض. بصوا بقى حضرت علبه فيها ميه كده بليمون، وبعد كده حطيت هنا شويه برده ميه علشان اغسل فيها كده البتنجان كويس، وبعد كده احطه بقى في الميه البليمون دي واغطي عليه واحطه بقى في التلاجة لحد بكره. الحركه دي بتخليه ما يسودش ويفضل معانا ابيض كده وحلو، ويفضل اللون بتاعه من جوه كده حلو زي ما هو. زي ما بيقولوا بقى كده ايه ان تظبيط الشغل بيكون اهم من الشغل، فانا عندي استعداد ان انا اخد وقت كبير جدا ان انا اظبط فيه الدنيا كده، وبعد كده التطبيق بقى ما بياخدش مني وقت نهائي. فبحب اشتغل كده برواقه ومزاج، علشان كده بحب اعمل المحشي بقى ايه قبلها بيوم، ده بيخليني كده رايقه واحس ان المحشي كده ايه يعني مش متعب ولا حاجه. واضح كده ان الخضره تقريبا رخصت ليه بقى، لان انا متعوده كل ما اجي اجيب خضره
خصوصا بقى ايه الشبت، لما اقول له عايزه 3 حزم، ال3 حزم كل مره بيبقوا قد دول كده، قد الحزمه الواحده دي. فانا قلت بقى ايه بيبقى قليل، فانا برضو قلت اقول له عايزه 3 حزم علشان انا بحب الشبت يبقى كتير جدا في المحشي. فلقيته بقى ما شاء الله كده مديني ايه 3 حزم مليانين. فقلت يلا بقى مش هيخسروا. وتقريبا كده ان الخضره ايه رخصت شويه. مش عارفه بقى هي بيجي عليها وقت كده، يعني ممكن اجيب ب10 جنيه خضره يبقوا شويه قد كده اهو، وممكن اجيب مره تانية ب5 جنيه يبقوا شويه قد كده اهو. فالمهم انا بحب اصلا الخضره كتير، فكويس ان هو كده ايه اداني ياما. هعوم بقى الخضره هنا كده عشان اغسلها كويس قوي واغير عليها الميه كذا مره. وبعد كده بقى اسيبها ايه تتصفى كده شويه، علشان برضو اقطعها كده واجهزها. يا اما بقى من بالليل لو لحقت، يا اما ممكن اعملها بكره مع الخلطه. وانا بصور ببقى لسه والله مش مرتبه انا هعمل ايه. طبعا اي فيديو روتين بينزل لكم ده مش بيكون اليوم كامل كامل، يعني ده بيكون اجزاء كده من اليوم، لان طبعا وراء الكواليس بيكون في حاجات تانية كتير جدا جدا بعملها غير الحاجات اللي هي بتنزل لكم في الفيديو. يعني مثلا دلوقتي انا هسيب الخضرة هنا كده تنشف شوية على الفوطة بتاعة المطبخ دي. وبعد كده هروح بقى في غسيل منشور هلمه، وفي غسيل تاني هنشره. يعني ايه بيكون في تفاصيل تانية اكتر بكتير قوي قوي. بس الحاجات اللي هي بتكون الى حد ما مكررة مش بحاول ان انا اصورها علشان ما تزهقوش والفيديو يبقى طويل على الفاضي. هسيب بقى الخضرة كده تنشف على الفوطة دي كده في المطبخ كده لحد بقى بكرة براحتها خالص خالص. ليه بقى؟ لان انا اكتشفت ان انا لو هعمل الخلطة النهاردة للأسف مش هلاقي مكان في التلاجة احطها فيه. فهسيب بقى الخضرة كده، وبكرة بقى بإذن الله بإذن الله اعمل الخلطة واحشي كده على طول، لان المحشي اللي انا هعمله مش هياخد وقت. الكوسة والبتنجان والفلفل والممبار من الحاجات اللي مش بتاخد وقت نهائي، زي الكرنب وورق العنب. كرنب ورق العنب بياخدوا وقت شوية يعني، لكن دول سهلين. فطلعت بقى كمان هنا بصوا الممبار اهو، بصوا مجمد خالص. كنت مبقياه من مرة قبل كده. هما يبانوا شوية صغيرين بس هما كتير، ده حوالي نص كيلو تقريبا. فطبعا هسيبه بقى في العلبة كده زي ما هو كده على الرخامة برضو لحد الصبح كده، علشان برضو ايه يفك براحته. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ دلوقتي بقى هروح اجهز العشاء عشان نتعشى. امبارح كنا عاملين غدا كده فضلة خيركم، كفتة مشوية وسلطة كول سلو. واتبقى بقى كام صبع من امبارح دول، وطبعا عشان احنا اتغدينا كشري زي ما شفتوا معانا كده النهارده. فهسخن بقى دول للعشاء كده. اي حاجة مشوية، كفتة مشوية، لحمة مشوية، فراخ مشوية وبيفضل منها عندي وبحتاج ان انا اسخنها، بسخنها بقى ايه في طاسة او صينية جرانيت كده من غير اي حاجة خالص. بحطها على النار كده واغطيها واسيبها على نار هادية كده، بتسخن حلو جدا ومش بتنشف نهائي، وبتبقى كأنها لسه مشوية حالا. وده الكول سلو بقى اللي انا كنت عاملاه امبارح. طبعا بعمل زيادة لان بحب ان هو ايه يبقى في التلاجة كده، علشان بنحبه قوي قوي جنب اي اكل. فبرضو هحط طبق كده جنب العشاء دلوقتي. وطلعت برضو هنا ايه الجبنات، الجبنة المثلثات والجبنة البيضة. الجبنة البيضة الدومتي دي حلوة قوي قوي، اللي هي الطبيعية اللي هي لبن طبيعي دي حلوة جدا. والجبنة الرومي برضو، علشان بقى ايه كل واحد حابب ياكل حاجة معينة ياكل اللي على مزاجه. هسخن بقى الكفتة كده واجهز العيش علشان نروح نتعشى. سخنت بقى الكفتة زي ما قلت لكم بالطريقة اللي قلت لكم عليها، بصوا كأنها مشوية حالا، بتبقى حلوة قوي. جربوا بقى الطريقة دي في التسخين، هتلاقوا كأن الأكل لسه طازة، يعني مش كأنه بايت ولا سخن ولا أي حاجة نهائي. هغرف بقى كمان شوية كول سلو، وابقى كده أنا يعني جهزت بقى خلاص العشاء. وبكده بقى يومنا الحمد لله يكون خلص معاكم النهاردة. فنشوفكم بقى قريب في فيديو جديد، متنسوش بقى لايك وشير، وأشوفكم على خير. باي باي.